يقول سالم بن عبد الله بن عمر ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر: دخلت أنا وأبي على الحجاج بن يوسف فوجدنا رجلا مقيدا متكتف. فأول ما دخل سالم وعبد الله بن عمر على الحجاج، أما الحجاج قال لسالم إيه؟ قال: أرأيت هذا السيف؟ قال له: نعم. قال: أرأيت هذا الرجل مقيد؟ قال له: نعم. قال له: خذ السيف والنطع واذبح الرجل ده، اطلع بيه على باب القصر واذبحه. قام سالم بن عبد الله بن عمر خد السيف وخد النطع اللي هو الجلد يعني، اللي كانوا بيذبحوا عليه الضحايا علشان ما يوسخش السجاد، عشان ما يوسخش السجاده يعني. قام واخد النطع والسيف وطلع عليه على باب القصر. قام سالم سأله سؤالا، قال له: صليت الصبح؟ قال له: نعم. قام فكك القيد بتاعه وقال له: اهرب بجلدك، خذ أي طريق شئت. الرجل هرب طبعا بجلده، ورجع سالم بالسيف والنطع إلى الحجاج. وقال له الحجاج: ذبحت الرجل؟ قال له: لا. قال له: لماذا؟ قال: لأني سمعت أبي هذا، على عبد الله بن عمر، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أذبح رجلا في ذمة الله؟ شوف برضو يعني الحجاج سكت، ما قدرش ينطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجاج برضو مهما كان فاجرا والكلام ده إذا وجه بآية ووجه بحديث برضو كان يعني بلم الدور يعني شوية، واخد بالك؟ إني سمعت أبي هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يسألنك الله بشيء من ذمته